السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال وحالكم دايما يكون أحسن من حالنا. الله يبارك فيكم يا رب. أختكم وسام من غزة من الشمال بتوثق لكم حياتها كيف عايشة وكيف بعد ما بيتها انهدم كيف عايشة هي وولادها. خلينا نبلش روتيننا لليوم. طبعا انتوا زي ما انتوا شفتوا نظفت مكان مهجور وقعدت فيه أنا والولاد بسبب الأماكن المزدحمة بالخيم، الأماكن اللي لا تصلح للعيشة، بسبب إنه إحنا ولادي جبتهم في المكان اللي أنا عايشة فيه. وتعالنا ننظف المكان ونشوف روتيننا وإيش بدي أعمل للولاد. انتوا عارفين إحنا مجاعة في غزة، وبنحاول على قدر الإمكان نأمن لأبسط أمور وهي الطحين. خلينا نبلش ونعمل للولاد أكل وتشوفوا روتيننا واقعي أنا وعيلتي. والله يبارك فيكم وفي دعائكم. بتمنى كل واحد بيشوفنا يا جماعة حط لنا لايك واشترك في قناتنا. جزاكم الله كل خير على الدعم وعلى الدعاء. الله هيك يبارك فيكم. خلينا نبلش يومنا. اول اشي يا جماعة الخير هنعمله هنرتب الغرفة مكان ما كنا نايمين. طبعا زي ما انتم شايفين انا وين معلقه الطحين. بعلق الطحين بسبب الفيران فوق بعلقه. هذا الطحين سعره غالي، ارواح بتروح عشان يجيبوا الطحين. يعني الناس بتعاني عشان تحصل هذا. الحمد لله بفضل رب العالمين. ثم فضلكم على دعم تميزت شكرا بنقدر نجيب الطحين. وهذه هي الغرفة اللي احنا بنعيش فيها. فيش خزانة طبعا، حاطين الخشب حاطين عليها بسامير وعلقنا كل. نحاول نكون منظمين. احنا يا جماعة شعب غزة بحب الحياة، وان شاء الله هيك الله يفرجها علينا ونصور لكم اماكن وحال احسن من هالحال. خلينا اول شي نبلش هلا نرتب في الفلاش نشوف ايش بدنا نعمل. ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه. هيك بعد ما ضبيت الفلاش يا جماعه بدي اروح اولع النار. خلينا تعالوا معنا نولع مع بعض النار ونشوف ايش بدنا نعمل. وهين صورت لكم اميره وعبد الله قاعدين على الباب زي ما تشوفوا. اميره اميره بنتي الصغيره يا جماعه. عينهم بوسه. وهي عبد الله اعملهم لايك. وهذا وسام ابني الكبير زي ما انت عارف. يحكي يا وسام صباح الخير. كيف حالكم؟ هذا هو يا جماعة اللي بيصورني وسام ابني. هان يا جماعة بصوركم وانا طالعة بدي اشتري علبة صلصة اعمل لاولاد البيتزا الكذابة. هاي الاكل يعني اللي هلا بنقدر نعملها بسبب الوضع الصعب. واشتري لاهلي طحين. وهلا انا بطريقي الى السوق. هيك وصلت السوق بعد تقريبا مشي ساعة بسبب انه المواصلات غالية، بسبب انه المعبر مسكر. فيش صلة، فيش المواد الغاز، الكاز، البنزين. بعد ساعة وصلت يا جماعة. بعد ما طلعت من السوق لا لقيت فيه طحين ولا لقيت صلصة. بدي امشي كمان مشوار على سوق تاني واشوف فيه طحين وصلصة. هان بصوركم يا جماعة طلعت من السوق لا لقيت فيه طحين ولا لقيت فيه صلصة. هلا بدي اروح على مكان ثاني اشوف فيه طحين واشوف فيه صلصة. هو فيه خضرة في السوق بس بسعر مرتفع كتير. يعني كيلو البطاطا ب80، كيلو البندورة ب70. وصلوا بك على سيد محمد كيلو بتنجان ب30، كيلو الملوخية ب30. هدول المتوفرات في السوق انواع الخضرة. هلا بدنا نروح نشوف مكان ثاني نشوف فيه طحين نشوف فيه صلصة. 35 لضحية، 35 لضحية. اديني 3 باكيتات، اديني 3 باكيتات. العرب يعني بتلقاها من اليهود ولا من العرب؟ هين يا جماعة شايفين بصوركم في الشارع لاني بصراحة تعبت من المشوار تقريبا ساعتين وانا بلف بس عشان اجيب لي طحين. وفي الاخر جبت الحمد لله ورجعت حطيتهم على الناس. لانه كل ما انا ماشي في الطريق بسألهم قديش الطحين قديش، يصير زي الدعاية والاعلان. هلا جبتهم وحطيتهم عند الزلمة. ورحت جبت الصلصة برضه ولما رجعت اخذتهم زي ما انتم شايفين. هيك 3 كيلو طحين وصلصة وبابريكا. هدول بيطلعوا 150 شيكل. طبعا بعد العمولات وكل العمولات بتطلع تقريبا 200 شيكل. يعني هاي الأكلة
هاي الأكلة في الأيام العادية يا جماعة يعني كنا نعملها يوم ما بدناش نطبخ، يوم إنما نكون مكسلين. هلا في الظروف الصعبة صرنا نعملها زي وجبة، إنها يعني وجبة منيحة، إنها وجبة واو للأولاد، إنه حاجة كتير بسبب الأسعار المرتفعة. زي ما حكيت لكم أسعار الخضرة مرتفعة كتير كتير كتير. كيلو البندورة ب70، كيلو البطاطا ب80. يعني هاي السنة لما نعملها إنه عاملين إشي محرز. احنا في الايام العاديه طبعا ال200 شيكل كنا نجيب فيهم بس هدول الطحين والصلصه. في الايام العاديه كنا نعمل عزومه فيهم، يعني تبقى جايبه فاكهه وجايبه اشي بارد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبقي جايبه دجاج ولحمه. هلا بس بالسعر اللي احنا عايشين فيه، بالوضع اللي احنا عايشين فيه، السعر مرتفع زي ما انتم شفتوا. هدول الصلصه الباكيتين هدول ب30 شيكل، مع الطحين 100 شيكل، مع شويه البهارات هيك بصفى 150. بعد سحب العمولة كمان، انتوا عارفين العمولة عندنا غالية كتير، 45% العمولة. يعني تقريبا هاي الأكلة هلا 200 شيكل، غير انك بدك سيرج، غير انك بدك خشب. يعني مش عارفة ايش احكي لكم، ايش اوصف لكم الحالة اللي صرنا نوصل لها. وصلنا لها أصعب من كتير من اللي بنصور لكم إياها. يعني صح مفوت طحين، بروح على المساعدات بيبقى حامل كفن عائلي، بجيب كيس بضبه لأولاده، لانه بكون معهوش وراح لمحل الموت عشان يجيب. انا الحمد لله بفضل رب العالمين ثم فضل خيركم علي والدعم بدوا لي اعمل شكرا بقدر اجيب لي طحين. انا حاولت يا جماعه اروح على المساعدات، بس للاسف شفت الموت بعينيا. والناس هناك بتروح يا بتجيب كرتون يا بتروح محمل بكيس اللي هو الكفن. يعني الوضع صار كتير. والله يحفظ جوز اختي، طبعا هو هلا راح على جنب حتى يجموا انه يجيب اكل لاولاده من المساعدات اللي هي المساعدات الامريكيه اللي بنسميها لعبه الموت. احنا صرنا نسميها في غزه لعبه الموت، بتسلوا على الشباب اللي بيروحوا يجيبوا، بصيروا اوصوا عليهم وطفوا عليهم. يعني بدل ما يروح الزلمه مبسوط لاهله بكرتونه بيروح بكفن. هيك صار حالنا في غزه. خلينا نروح ان شاء الله يكونوا سخنوني مي، لاني لي ساعتين بلف تعبت. سخنوا مي ونبلش نعجن نعمل للاولاد اكل. خلينا نروح ايش نعمل الخبز. وهنا وصلت زي ما انتم شايفين، اهلي حاطين القربة في الشمس حتى تسخن على اشعة الشمس، لانه الخشب زي ما حكيت لكم صار غالي وبصعوبة بنجيبه. امي حاطة المي تسخن، خليها تدفى شوية اخذ نفس وبلش اعمل في الاكل. الله يديم علينا النعمة يا جماعة. هلا وصلت قاعد باخذ نفس وشربت شوية مي عشان نبلش نعمل الاكل. كيف حالكم؟ هاي عبد الله